دي همسة حكاية ليكم. عارفين انا النهاردة جاية احكيلكم عن احساس كده بيوجع القلب اوي، احساس ممكن يجي لاي حد فينا. الاحساس ده اسمه الخذلان. هي كلمة صغيرة بس هي معناها كبير اوي، بتسيب علامة جوه الواحد وممكن تفضل معاه شوية حلوين. الخذلان ده بقى مش مجرد زعل عادي، لا ده حاجة اكبر بكتير. ده لما تكون باني بآمال كبيرة اوي وحاطط ثقة عمياء في شخص معين او في وعد معين او حتى في حلم كنت بتحلم بيه، وفجأة بتلاقي كل ده اتهد قدام عينيك في لحظة، وتحس كده ان الارض مش ثابتة تحت رجليك، وان الثقة اللي كنت مديها لحد طلعت مش في مكانها الصح. واحساس صعب قوي، كأنك كنت ماشي في طريق حلو وفجأة لقيت مطب كبير. تعالوا كده نتخيل مع بعض كام موقف كده يحصل لأي حد فينا. تخيل كده واحدة صاحبتك أو واحد صاحبك من سنين طويلة، واللي بتحكيله كل أسرارك وبتضحكوا سوا وبتعيطوا سوا وبتعملوا كل حاجة سوا. كنت فاكره أخوك أو كنت فاكراها أختك، سندك في الدنيا، وفجأة في موقف معين، موقف كنت محتاجه فيه قوي، تسيبك لوحدك، أو يعمل حاجة توجعك قوي، أو يختار مصلحته هو بس وبينساك خالص. الإحساس ده اللي بيجيلك ساعتها مش مجرد زعل، ده خذلان، خذلان من أقرب الناس ليك، من اللي كنت فاكرهم حتة منك. ده وجع بجد، وجع بيسيب علامة في قلبك. أو مثلا تكون شغال في مكان معين وبتتعب قوي، وبتعمل كل اللي عليك وزيادة، ومديرك بيوعدك انك هتترقى او مرتبك هيزيد او هتمسك مشروع مهم اوي وكنت بتحلم بيه، وتفضل شغال عليه ليل ونهار وحاطط كل مجهودك وطاقتك فيه، ومستني اللحظة دي بقى. فجأة بتلاقي الوعد ده راح، والترقية راحت لحد تاني خالص، او مثلا المشروع اتلغى. ايه اللي هتحس بيه؟ هتحس بخذلان من مكان كنت فاكر ان هو بيقدر تعبك ومجهودك، وتحس ان كل اللي عملته ده راح على الفاضي وان مش فيه تقدير. الخذلان ده ممكن يجيلنا من اي حتة ومن اي حد ومن اي موقف. طب ايه اصعب انواع الخذلان من وجهة نظري؟ اصعب الخذلان هو اللي بيجي من الناس اللي بنحبهم بجد، واللي بنديهم كل ثقتنا وكل قلبنا، لانك بتكون سلمت نفسك ليهم وكنت فاكر ان هما بيحافظوا على الامانة دي. ولما الثقة دي بتتكسر بيكون صعب اوي انها ترجع زي الاول، بتبدأ تشك في كل الناس، بتبدأ تعمل حواجز بينك وبين كل اللي حواليك عشان مش تتوجع تاني. بس هو الخذلان معناه ان الدنيا دي خلصت؟ لا. هل معناه كده ان احنا نفضل زعلانين وموجوعين طول عمرنا؟ لا طبعا يا حبايبي. الخذلان ده على قد ما هو صعب ومؤلم جدا، على قد ما ممكن يكون درس لينا، درس مهم اوي في حياتنا، درس بيعلمنا مين اللي يستاهل ثقتنا بجد ومين اللي لا، درس بيعلمنا ان احنا ما نتعلقش بحد زيادة عن اللازم، واننا نخلي حتة من قلبنا لينا احنا وبس. الخذلان ده بيخلينا اقوى، ايوه زي ما بقولكم كده، بيخلينا اقوى بكتير، وبيخلينا نعرف قيمة نفسنا اكتر، وبنعرف ان احنا نستاهل الاحسن، وبيخلينا نتعلم نعتمد على ربنا الاول وبعدين على نفسنا. خلينا نصفي الناس اللي حوالينا ونعرف مين اللي بيحبنا بجد وعايز مصلحتنا، مين اللي مجرد بيعدي في حياتنا كده وخلاص. يمكن يكون في الخذلان ده اختبار من ربنا لينا، عشان يقوينا، عشان يورينا حقيقة ناس معينة، عشان يوجهنا لطريق احسن وافضل لينا. يمكن يكون الخذلان ده هو اللي هيخليك تكتشف قوة جواك ما كنتش تعرف انها موجودة اصلا، قوة بتخليك تقوم تاني بعد ما وقعت، وتكمل حياتك وتنجح وتثبت لنفسك وللدنيا كلها انك اقوى من اي وجع او اي خذلان. ما تخليش الخذلان يكسرك، ومش تخلي التجربة الصعبة دي تخليك تفقد الامل في اي حاجة حلوة في الدنيا، بالعكس، خد منها القوة، خد منها الدرس، وارجع اقوى واذكى واكتر حكمة. وخليك عارف ان كل وجع احنا بنمر بيه بيسيب فينا اثر، والاثر ده ممكن يكون هو اللي بيشكل شخصيتنا وبيخلينا احسن نسخة من نفسنا. وفي الاخر كلنا بنعدي باوقات صعبة قوي، وكلنا بنحس بالخذلان في وقت من الاوقات، ودي سنة الحياة. المهم ازاي بنتعامل مع الاحساس ده، هل بنستسلم ليه ونفضل زعلانين، ولا بنقاوم ونقوم تاني ونكمل حياتنا؟ هل بنتعلم منه ونطلع اقوى، ولا بنفضل عايشين في دور الضحية؟ الاختيار ده في ايدنا احنا يا حبايبي. دي كانت همسة حكاية ليكم، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب ورأيكم في التعليقات، ونشوف بعض في حكاية جديدة بكرة ان شاء الله. دمتم سالمين.